بص لي على الفيديو ده كده يا صاحبي وتعالى عشان عايزك في كلمتين مهمين جدا. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ها؟ بتلم ايه؟ بتلم ايه اللي في ايدك ده؟ ايه اللي انت بتاخده ليه؟ بتاخده ليه من الطريق؟ انت مالك ومال واقع ولا مش واقع؟ بتاخده ليه؟ بتاخده ليه؟ انت بتاخده ليه؟ ايوه ماشي، حتى لو خرده انت عمال بتعمل في قلب الطريق ليه؟ لا بقى انا شايفك، انا واقف بعربيتي شايفك وانت بتعمل. هات يابا هات الخرده دي، هات الخرده دي. يلا ما نشوفش وشك هنا تاني. يلا ما نشوفش وشك هنا تاني، يلا ما نشوفش وشك، يلا ما نشوفش وشك هنا تاني. طبعا كلام موجه لاخينا اللي صور الفيديو ده. انت تروقت بقى فيه الكفايه، سواء في فيديوهات ولا في تعليقات، كل الناس حطت عليك ما شاء الله. بس انا عايز اقول لك حاجه مختلفه شويه، ممكن ما حدش قالها لك قبل كده. تعال نفترض ان انت عندك حق وان الراجل اللي انت صورته ده حرامي. هل بالفيديو اللي انت صورته ده واللي انت عرضته على الناس واتشمللت كده وحملته على الفيس وعلى التيك توك وشيرت الدنيا اكنك جبت السبع من ديله، الفيديو ده بيثبت ان الراجل ده لا مؤاخذه مع كامل احترامي ليه والله إيه حرامي بيسرق حاجه؟ تخميني واللي مش هلزمك بيه ان انت شفت الفيديو بتاع الراجل اللي بيسرق الكابلات، الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي اهو. معلم هو بتعمل ايه بقى يا برنس؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت بس؟ انت بتعمل ايه بس؟ قول لي بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ عينه مش عاجبك؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت بس دلوقتي؟ طلع حته سيخ ليه؟ ودي حاجتك؟ اه؟ هي دي حاجتك؟ رد عليا، هي دي حاجتك؟ ايه؟ هي دي حاجتك؟ دي ملكك؟ احنا كل يوم بنشوفك وانت قاعد كده، صح؟ كل يوم بنشوفك وانت كده، صح؟ طب اقفل التليفون. صح ولا ايه؟ صح ولا لا؟ انت مش عاجبك يا ابني، اتكلم بادب. يا عم والله لا عارف. بص هناخدك دلوقتي مربوط كده واديك الاسم، خلي بالك. والله شيلك والله بجد. يا عم بصوا يا جماعه، لا مش امن يا حبيبي، الراجل معاه ملكك ده ملك الناس كلها. معاه ايه وبيكسر بيها ماشي، وبيسحب السلوك من العمدان. فانت شفت الفيديو ده عجبك، حبيت الترند فقلت تعمل زيه. ده تخميني، انا ما بظلمكش، انا حاطط احتمال ولو بسيط ان انت ممكن تكون شفت على الراجل ده شيء. كامل احترامي ليه برضه، لان ما اقدرش اوسمه بحاجه زي كده. زوجته الست الكريمه طلعت وقالت انه راجل غلبان وكان اصله نجار وبيسعى على رزقه وعايز يجيب مصاريف عياله، هي ليها حق تتكلم. انما انت لا مؤاخذه باللي انت عملته ده المفروض تخرس. الفيديو اللي انت صورته ما بيدلش على اي شيء، بيدل على ان انت هيأتها لنفسك وفكرت ان الراجل ده زيه زي الحرامي التاني اللي احنا شفناه بيشد السلوك وبيسلتها من عواميد الكهرباء، فقلت تعمل زي التاني لان التاني عجبك. هل ده صح ولا لا؟ الله اعلم. بس اللي انا عايز اوصل ليه هنا هو ان احنا مسلمين، وان لو جيت فتحت حضرتك المصحف اللي انا قلت لكم الفيديو اللي فات انه عرف جبناه كده وفتحناه، هتلاقي سوره الحجرات الايه 12 بتقول لك يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم النبي حرصك وصينك قبل ما كنت تشير فيديو زي ده، تبين تثبت اعقل. صورته بصيت عليه لقيته مش مناسب، ما تشيروش. انت بتشيره ليه؟ هتضحك على الناس؟ انت اذكى من حد يا اخي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع وقال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هل فيديو زي ده كان مهم قوي عشان الناس كلها تشوفه وانت بتتنمر على الراجل وتقول له طب يلا من هنا، يلا ما تشوفش وشك هنا؟ حبيبي شايف ان ليك حق وان الراجل ده بيعمل شيء وحش، شير الفيديو على صفحة وزارة الداخلية. انت مشيرها على الناس كلها ليه كده؟ معرضها قوي ليه؟ بأي حق يعني وبأي وش؟ الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه بيقول إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام. انت نلت من عرض الراجل بلا هدف وبلا سبب وبلا دليل. في حالات في الشرع ذكرها الإمام النووي في كتابه في باب الغيبة المباحة، بيقول إن احنا ممكن نشهر بالشكل ده، ممكن مباح بس في حالات خاصة، منها حالات مش مجال ذكرها زي انه مثلا هتذكر واحد بشيء وحش قدام القاضي فانت مضطر تذكر ما فيه من مساوئ علشان القاضي يحكم، وفي منها حالات مطبقة على الحالة دي زي ان انت مثلا بتستعين بالفيديو ده على ازالة منكر، بس هو فين المنكر؟ مفيش.
يعني حتى في الحالات اللي يجوز فيها التحذير وكشف الخطأ والتشهير بحد ليها ضوابط شرعية في ديننا في الإسلام. ديننا دين عظيم، بس احنا نتعلم ونفهم وناخد كتاب ربنا منهج ونبراس لينا عشان نبقى مسلمين بجد. يا جماعة أقسم بالله في حاجات في ديننا وفي حاجات بتطبق على أرض الواقع منسوبة لديننا، مش عايز أقول لكم مطلعة ديننا لدين إسلامنا، استغفر الله العظيم يا رب. حاجات والله العظيم أقسم بالله لا تمت للإسلام بصلة، ولكنها بتتصدر منهج وشرع الإسلام بحجة إن هي في نطاق الإسلام وشرعه. الإسلام أبسط بكتير من التعقيدات اللي احنا شايفينها، ولكن ده مش موضوعنا ومش هنتكلم فيه دلوقتي. انت حضرتك علشان تتهم راجل زي ده بجريمة زي دي في ضوابط، أولها إن يكون الكلام صحيح مثبت مش إشاعات ولا ظنون، ولازم تكون في مصلحة شرعية أو مصلحة عامة من التشهير ده، مش مجرد ترند يا باشا، مش مجرد واحد ظبط حرامي عجبك إنه ظبط وكيفه وتقوم تجيب راجل غلبان وتعمل نفس البوليكة وتوهم الناس إن أنت بتعمل زيه. حضرتك ده في نوع من انواع، مع كامل احترامي للجميع، خلل عقلي كده، ان في تهيؤات، في انفصام، في شيزوفرينيا. اخبار الصحه النفسيه ايه؟ ما يبقاش كده يا باشا، ما يبقاش كده والله. انا بكلمك مع افتراض ان انت عندك حق، مع ان الثابت بكل الادله اللي طلعت وكل الكلام اللي اتقال ان الراجل شريف، منظره وهو بيلم الخور ده راجل شريف، طلع لك من الازازه، مش شنطه، اسف، ازازه بلاستيك ملهاش علاقه لا بكابلات ولا بسرقه كهرباء ولا اي حاجه من الحاجات اللي المفروض الناس بتلم فيها الحاجات من هنا او من اماكن زي دي. مالكش حق تتهمه. فاللي انا عايز اقوله لك كراجل عاقل بالغ رشيد، ان مش كل مذنب او مخطئ يجوز التشهير بيه، فضلا عن انه يكون بريء وما ثبتش عليه حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل.